ابتدي حدوتة النهاردة بسؤال. الشخص اللي يتصور نفسه قادر يحقق أي حاجة أو أي طلب حد يطلبه منه، ممكن نوصفه بأي وصف. ممكن نوصف شخص بالشكل ده بالغرور أو المبالغة أو التهور، ويختلف الوصف حسب معرفتنا بالقدرات الفعلية للشخص نفسه. وفي عبارة جميلة بتقول: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. والمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى بيرحم الشخص اللي عارف قدراته وإمكانياته بالمظبوط، لا يبالغ فيها ولا يقلل قيمتها. بقول الكلام ده بمناسبة حدوتة جميلة من التراث الهندي. والهند بلد لها حضارة قديمة، وحكمائها ومفكريها لهم شهرة من قديم الزمان. تقع الهند في قارة آسيا اللي هي أكبر قارات العالم، ومساحة الهند كبيرة جدا كأنها قارة لوحدها. وتعتبر الهند تاني دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين. وفي الهند ديانات مختلفة، منها الديانات السماوية الثلاثة اللي كلنا عارفينها: اليهودية والمسيحية والإسلام. ده بقى غير ديانات أخرى أو معتقدات أخرى غير سماوية وضعها بعض المصلحين والمفكرين القدماء. المهم، بتقول الحدوتة: كان يا كان فيه زمان مهراجة عظيم. والمهراجة هو لقب الحاكم في الهند زمان. في يوم من الأيام كان المهراجة قاعد على العرش وحواليه رجالته. هز رأسه كده بسعادة وقال: مفيش في الدنيا حد أعظم مني. وكان فيه رجل دين عجوز ضمن الموجودين، المهراجة بيحبه ويسمح له دايما يقول رأيه بصراحة. لما رجل الدين سمع وصف المهراجة لنفسه إنه أعظم واحد في الدنيا، قال له بهدوء: جايز يكون ده صح لو تقدر تحقق أي طلب ممكن يطلبه منك طفل صغير. المهراجة اشمر من كتر الغيظ والإحراج، فاللي بيقول الكلام ده رجل دين وكمان كبير في السن، يعني عنده خبرة بطباع الناس. وعشان المهراجة يداري غيظه وإحراجه، قال لرجل الدين العجوز: معقول كلامك؟ يبقى أنا المهراجة وما أقدرش أحقق أي طلب يطلبه مني طفل؟ رد عليه رجل الدين بهدوء برضه: إذا حبيت تجرب بنفسك وتحكم أنت في الموضوع، قبل المهراجة فكرة التجربة وطلب إجراءها تاني يوم على طول. وفي الميعاد المحدد حضر المهراجة ورجل الدين، وتم إحضار الطفل في الجلسة. الطفل حيا المهراجة بكل الاحترام الواجب، فابتسم المهراجة قال له: تحب تطلب ايه؟ اي حاجة نفسك فيها اطلبها وانا احققها فورا. الطفل الصغير بص للمهراجة وللناس اللي قاعدة حواليه. ابني كان بيبتسم بعطف وحنان. فاطمأن الطفل وقال: نفسي في حبة لبن طازة
محلوب من البقرة دلوقتي حالا. ضحك المهراجة وبص لرجل الدين وكأنه انتصر عليه، وقال للطفل: بس كده، حالا نجيب اللبن الطازة. وأمر المهراجة خدمه بإحضار بقرة في القاعة. لما جت حلبوها وأخدوا منها لبن ملا جرة صغيرة وقدموها للطفل يشرب. شرب اللبن لحد ما شبع وكان في منتهى السعادة. المهراجة سأله: عايز حاجة تانية؟ الطفل بص في الجرة لقى لسه فيها لبن كتير، فقال للمهراجة: أنا شربت كفايتي وعايزك بقى ترجع بقية اللبن اللي فاضل في الجرة مطرح مكان. بص المهراجة بدهشة للطفل وسأله: مطرح مكان فين يعني؟ رد الطفل ببراءة وقال: في ضرع البقرة، كده اللبن يفضل طازة. احتار المهراجة يعمل ايه عشان يحقق طلب الطفل، لأنه لا يمكن يقدر، ولا حد في الدنيا كمان يقدر يرجع اللبن لضرع البقرة بعد ما اتحلبت. وطال سكوت المهراجة. كان بيفكر ويتأمل في كلام رجل الدين العجوز، وسكوته في حد ذاته كان اعتراف صريح بعجزه أو عدم مقدرته على تحقيق كل شيء وأي شيء. ومن اليوم ده بطل المهراجة يقول: مفيش حد في الدنيا أعظم مني. حرم يقول الجملة دي خالص. وتوتة توتة خلصت الحدوتة.